السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نهضر معكم على موضوع مهم بزاف ديال الناس كيغلطوا فيه، وهو قانون ديكريتو فلوسي ديال الناس اللي كتجيب الكونترات الإيطالية. قانون ديكريتو فلوسي اللي كيسمح كل عام بدخول عمال من دول بحال المغرب للعمل في إيطاليا. بزاف ديال الناس كيتصوروا أنه غير يكون عندك عائلة أو صاحبك في إيطاليا يقدر يدفع لك الطلب بسهولة، ولكن الحقيقة ماشي هكذا. القانون واضح في هذه النقطة. اللي كيمكن له يدفع لك الطلب هو المشغل الايطالي اللي كيتسمى بالايطاليا داتوري دي لافورو، يعني شخص او شركه عندها عمل قانوني ومسجله في دار الضريبه في ايطاليا وكتخلص الضرائب ديالها قانونيا. ماشي اي واحد ساكن في ايطاليا يقدر يدفع لك الطلب على شي واحد مثلا باش يجيبه من المغرب. خاص يكون عنده دخل كافي باش يدفع لك، دخل كافي، وكذلك يخلص الضرائب ديالو والقانون ديالو، ويكون عنده مكان سكن مناسب اللي غيجيبك ليه هو عمل حقيقي، ماشي غير هضره ويمثل على زعما القانون باش يجيبك. لازم يكون العمل حقيقي ومطابق للقانون الإيطالي. القانون كيشمل عقود العمل الموسمية بحال الفلاحة والسياحة، وعقود العمل الدائمة في البناء مثلا أو الصناعة والخدمات مثلا. وبعد قبول الطلب المشغل كيعطيك الإشعار اللي كيتسمى نولا اوستا، ومن بعد كتمشي للقنصلية الإيطالية في الرباط ولا في كازا ولا في بلاصة فين على حسب البلاصة فين ساكن انت، باش دير الفيزا ديالك على حسب العقد العمل اللي غادي تجي تخدم به هنايا. ومن بعد كيجي لايطاليا ويمشي عند مكتب سبورتيلو اونيكو بيريميغراسيوني. هذا المكتب مثلا هو نقول لك كويستورا اللي غادي تخد فيها الاوراق ديالك باش يوقع عقد الاقامه. وهكذا تبدا الخدمه بطريقه قانونيه. ونصيحتي لكم ما تثيقوش في اي واحد يقول لك غادي نجيبك لايطاليا بكونترا وبزربه بطيران واعطيني الفلوس اعطيني التسويق من هنا لهنا وعندي المعرفه عندي حق هذه كنعرف هذه العائله. ما تثيقوش بكل شيء. وهنا في ايطاليا كل شيء كيتدار الكترونيا ومن خلال المشغل القانوني. الطريقه الصحيحه اللي تمشي بها هي هذه اللي سمعتي باش تخدم بصدق وبالقانون، وهذه هي الحقيقه اللي خاصك تعرفها، وراه ما غادي يقولها لكش اي واحد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والله يسهل على الجميع.